ده يمكن من أحلى وأسهل وأسرع مشاريع الكروشيه اللي عملتها. زي ما انتوا عارفين أنا برسم، فقررت من بواقي الخيوط اللي عندي إني أدلع دفتر الرسم وأعمل له كفر بالكروشيه. أنا عملتها لدفتر الرسم بتاعي، انتوا ممكن تعملوا كفر لكتبكم أو تستخدموها ككلاتش للخروج. شكلها شيك وأنيق وشغلها بسيط جدا. فمن غير ما أطول عليكم تعالوا نشوف التوتوريال. أهلاً and welcome back to my YouTube channel. أنا مريم وده فلوج رقم 14. أهلاً، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد وتوتوريال كروشيه جديدة. زي ما انتوا عارفين أنا برسم وبشتغل كروشيه وبحب أحافظ على حاجتي جدا، فقررت إني أدلع دفتر الرسم وأعمل له كفر حلو بالكروشيه، وكل رسوماتي موجودة على السوشيال ميديا بتاعتي. تعالوا نشوف الأدوات اللي هنحتاجها. أول حاجة هنحتاجها أكيد الخيوط بتاعتنا. مفيش أي نوعية خيوط معينة لازم تشتغلوا بيها أو كمية محددة. أي بواقي خيوط عندكم جمعوها واعملوا كالر باليت. هنحتاج إبرة الكروشيه، أنا هستخدم إبرة 4.5، انتوا استخدموا الإبرة المناسبة للخيوط بتاعتكم. هنحتاج مقص، وطبعا أكيد دفتر الرسم أو الكتاب أو الحاجة اللي انتوا بتعملوا الكلاتش عشان تعرفوا المقاسات. أنا اخترت ال5 ألوان دول وزودت في الآخر اللون الأبيض عشان أعمل الحدود أو البوردرز. زي ما شفت في الأول إحنا هنعمل الكفر على شكل مربع الجراني سكوير، وكل سطر هنعمله بلون مختلف. فتعالوا كده واحدة واحدة نبدأ التوتوريال مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتفعلوا زر الجرس. أول لون معانا هو اللون البنفسجي الفاتح، وهنبدأ بإن إحنا نعمل الماجيك رينج أو الدايرة السحرية. هنبدأ رو 1 أو الصف الأول. هنعمل جوه الدايرة السحرية 3 دبل كروشيه أو 3 عمود بلفة، وبعدين تشين 1، ونعيد تاني 3 عمود بلفة وتشين 1 لغاية ما يبقى عندنا 4 مجموعات من ال3 عمود بلفة وما بينهم المسافة بتاعت التشين 1. ولما نوصل لآخر السطر هنعمل سليب ستيتش أو منزلقة في أول دبل كروشيه ونقص الخيط. كده نكون خلصنا رو 1، وهنبدأ رو 2 ونحط اللون الجديد. تاني لون معانا هو اللون الأسود. في أي فراغ من فراغات التشين 1 هنركب اللون الجديد. طبعا هو في كذا طريقة عشان نغير الألوان، بس أنا بوريكم الطريقة الأبسط والأسهل. هنبدأ الصف الثاني. في الفراغ هنعمل تشين 3 أو ارتفاع 3 سلاسل، وهنحسبها كأنها واحدة عمود بلفة. وجوه نفس الفراغ هنعمل 2 عمود بلفة كمان، يعني التوتال هيبقى معانا 3 عمود بلفة أو 3 دبل كروشيه. وبعد ما نخلصهم هنعمل سلسلة واحدة تشين 1. نروح للفراغ اللي بعديه وهنبدأ نعمل الكورنر بتاعنا. الكورنر بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن 3 عمود بلفة، 3 دبل كروشيه، بعدهم تشين 1، وبعدين 3 دبل كروشيه في نفس الفراغ. الكورنر ده هو اللي هيكون لنا زوايا المربع بتاعتنا. بعد الكورنر هنعمل تشين 1 ونروح للسبيس اللي بعديه هنعمل فيه برضو كورنر، 3 دبل كروشيه تشين 1، 3 دبل كروشيه في نفس الفراغ وبعدهم تشين 1. كده عملنا 3 كورنرز، فاضل لنا الكورنر الأخير. لو فاكرين احنا في أول السطر عملنا 3 دبل كروشيه لوحدهم، دول هيشكلوا نص الكورنر الأخير بتاعنا. هنعمل قبلهم 3 دبل كروشيه تانيين في نفس الفراغ تشين 1 ونوصل الشغلين ببعض. بعدها نقص الخيط، نوصل اللون الجديد، ونبدأ في السطر اللي بعده. هنبدأ السطر الثالث، وثالث لون معانا هو الفوشيا. هنوصل الخيط في أي فراغ من الفراغات ونبدأ زي ما بدأنا السطر اللي قبله، نعمل تشين 3، ودي هتتحسب واحدة من دبل كروشيز، نعمل معاها 2 دبل كروشيه كمان في نفس الفراغ. وزي ما شفتوا في السطر اللي قبله ده هيشكل لنا نص الكورنر الأخير. هنعمل تشين 1 ونروح للمسافة اللي بعدها، هنلاقي اتكون عندنا فراغ ما بين الكورنرز وبعضها. ومع كل سطر جديد الفراغات ما بين الكورنرز هتزيد. في الفراغات دي هنعمل 3 دبل كروشيه أو اللي هم 3 عمود بلفة وبعدهم تشين 1. وبعدين لما هنخلصه هنروح للكورنر بتاعنا عادي جدا وهنعمله زي ما كنا بنعمله، 3 دبل كروشيه تشين 1، 3 دبل كروشيه. وهو ده ببساطة رتم الشغل بتاعنا. احنا هنفضل نعيد في رو 3 ده لغاية ما نوصل لحجم المربع اللي احنا عايزينه. هما حاجتين بس هنعملهم، في الكورنرز هنعمل كورنرز، وفي الفراغات ما بين الكورنرز هنعمل 3 دبل كروشيه، وما بين كل غرزة والتانية هنعمل تشين 1. هخلص السطر الثالث وارجع لكم تاني.
ده شكل المربع اللي احنا وصلنا له دلوقتي بعد ما خلصنا السطر الثالث. زي ما انتوا شايفين عندنا 4 كورنرز او ال4 زوايا بتوع المربع والفراغات اللي ما بينهم. وببساطة احنا هنعيد نفس السطر الثالث ده اللي احنا عملناه كذا مرة لغاية ما نوصل لحجم المربع اللي احنا عايزينه. تعالوا اوريكم هنعمل السطر الرابع ازاي. لون السطر الرابع هيكون اخضر. هنبدأ زي ما بنبدأ من الفراغ بتاع الكورنر وهنعمل تشين 3 نحسبها كمان دبل كروشيه ونعمل معاها 2 دبل كروشيه كمان في نفس الفراغ. بعد ما نخلصهم هنعمل تشين 1 ونروح للفراغ اللي ما بين الكورنرز هنعمل فيه 3 دبل كروشيه. بعدهم هنعمل تشين 1 وهنلاقي ان بقى عندنا فراغين في كل سطر، هنعمل برضو في الفراغ الثاني 3 دبل كروشيه. وبعد كده هنوصل للكورنر بتاعنا هنعمله عادي جدا 3 دبل كروشيه او 3 عمود بلفه تشين 1 3 عمود بلفه. وبعد الكورنر ده هنلاقي الفراغين هنعمل في كل واحد فيهم 3 دبل كروشيه، وبعد كده يجي الكورنر وهكذا لغايه ما نوصل للكورنر الاخير هنعمل بس 3 دبل كروشيه عشان احنا اوريدي عاملين الجزء الثاني في الاول خالص. اللون الخامس هيكون الاورنج، ومش هنعمل حاجة مختلفة، احنا هنكرر نفس اللي عملناه في السطور اللي فاتت. في الكورنرز هنعمل كورنرز وفي الفراغات ما بين الكورنرز هنعمل 3 دبل كروشيه. الحاجة الوحيدة اللي هتختلف ان احنا مع كل سطر جديد عدد الفراغات ما بين الكورنرز هتزيد. وده شكل المربع بتاعنا بعد السطر الخامس. احنا كده خلصنا الالوان اللي معانا، هنرجع نعيد تاني من اول لون: بنفسجي، اسود، فوشيا، اخضر، اورنج، وهكذا لغايه ما نوصل لحجم المربع اللي احنا عايزينه. وفي اخر الفيديو انا هقول لكم بالظبط انا عملت كام سطر عشان المربع ده يكفي الدفتر بتاعي. ده شكل المربع بعد 7 سطور. زي ما انتوا شايفين بدات اكرر الالوان تاني زي ما بدات خالص في الاول. ده شكل المربع من الوش وده شكله من الظهر. متقلقوش الجزء ده كله هيتفنش عادي. خليني اوريكم ازاي هنكون الكفر بتاعنا. هنجيب كل زوايا المربع ونطبقها لغايه ما توصل لسنتر المربع نفسه، هيعمل معانا شكل الظرف او الانفلوب. هيتكون عندنا الشكل ده، هندخل الحاجات اللي احنا عايزينها ونقوم نقفل عليها كده من فوق. ده ببساطه شكل الكفر بتاعنا. زي ما انتوا شايفين احنا ممكن نعملها بفيرجنز كتيره جدا، يعني باشكال مختلفه. ممكن نخليها مربع صغير كده ونخيطها حلو قوي وتبقى كانها بوك، نعملها كبيره شويه تكفي الدفتر بتاعنا، او ممكن حتى نعمل لابتوب سليف كفر لللابتوب. زي ما انتوا حابين، مفيش حدود. هروح اكمل الشغل وارجع لكم في اخر سطر. ده شكل المربع بتاعنا دلوقتي. أنا هنا عاملة 15 صف، وقررت إن الصف رقم 16 الأخير اللي هي اللي هتبقى الحدود بتاعة القفلة بتاعة الكفر إني أعملها باللون الأبيض عشان يبقى لونها مختلف شوية عن باقي الكفر. فتعالوا نعمل السطر الأخير وارجع لكم أوريكم إزاي هنقفل ونفنش الكفر بتاعنا. وده شكل المربع بتاعنا بعد ما خلصناه. توتال 16 صف، 15 بتدرجات الألوان العادية اللي عملناها، والسطر الأخير رقم 16 باللون الأبيض. تعالوا نتأكد إن المربع قد الدفتر بتاعنا. هنجيب الدفتر بتاعنا نحطه في النص ونطبق زوايا المربع عليه ونشوف هتقفل ولا لأ. زي ما انتوا شايفين الكفر طالع مقاس الدفتر بالظبط. وبالنسبة للقفل اللي فوق فأنا هخيط زرار صغير تحت عشان أعرف أقفله كويس. ده شكله من الوش وده شكله من الظهر. بيرفكت الحمد لله. خلونا أول حاجة نفنش كل زوايا الخيوط وبعدين أوريكم هنخيط المربع إزاي. عشان نخيط المربع صح هنحتاج إن احنا نخلي الناحية الصح من الغرز هي اللي في وشنا، ونطبق زوايا المربع كده بحيث ان احنا نخيط الناحية الغلط من الشغل وبعدين نقلبه من جوه. عشان نخيط صح لازم نقرب الكورنرز لبعض بحيث ما يكونش فيه ناحية أطول من التانية، ولازم كمان نعد الغرز على التو سايدز بحيث نتأكد ان هما قد بعض في الناحيتين. هنجيب دبابيس وهنوصل السنتر بالسايدز يمين وشمال بحيث ان هي تبقى ثابتة وما تتحركش. عملت لكم زوم عشان هوريكم ازاي هنخيط السايدز ببعض. زي ما انتوا شايفين انا مساويه كل 3 دبل كروشيه بال3 دبل كروشيه الناحيه التانية، عشان ببساطه احنا هنخيط كل دبل كروشيه باختها الناحيه التانية، والتشين 1 نفس القصه.
بنفس الخيط الأبيض اللي أنا اشتغلت بيه آخر سطر هحطه في إبرة التفنيش بتاعتي وأبدأ أخيط. زي ما انتوا شايفين هي دي طريقة الخياطة، هنعدي بالإبرة رايح جاي من الناحية دي لدي والعكس. هنفضل نكمل كده لغاية ما نوصل للآخر. كده لما خلصنا الناحية الأولانية حاولوا وانتوا شغالين بس ما تشدوش ايديكم في الغرز. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنفنش الخيط من الناحية دي والناحية التانية، هندخلهم ما بين الغرز وبعض ونكرر نفس اللي احنا عملناه في الناحية التانية. في الآخر هخيط زرار صغير تحت بحيث اني اعرف اقفل الكفر كويس. وده شكل الكفر النهائي، وده شكله وانا حاطه دفتر الرسم جواه. حقيقي كفر شيك وانيق وسهل جدا، ما خدش مني وقت خالص. زي ما قلت لكم انتوا تقدروا تعملوا الفيرجن بتاعتكم بالالوان اللي انتوا عايزينها. ممكن تعملوا حجم صغير كانه بوك وتعلقوها في الشنطه من بره، او تعملوا زي الحجم اللي انا عملته او حجم كبير لللابتوب. كمان ممكن تعملوا لها ايد طويله وتلبسوها كشنطه كروس او تمسكوها ككلتش في الايد. من مربع واحد نقدر نعمل افكار كتيره جدا. بس كده ده كان فلوج النهارده. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم الفلوجز الجايه. تشاو.